السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير ومرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. اليوم جيت وجبت لكم كيك بالشوكولات، تيجي صراحة رائع وخفيف بزاف وناجح، وضروري ينجح معكم خصوصا الا تبعتوا معي جميع النصائح والطريقة. بقاو معايا وتشوفوا التفاصيل والطريقة ديال التحضير. نبداو على بركة الله. عندنا في المقادير غادي نحتاجو 2 البيضات اللي نخرجوهم قبل من الثلاجة باش يكونوا بحرارة المطبخ، ضروري باش تنجح معنا الكيك. وغادي نحتاجو كاس مع مرش من السكر سنيدة، وكذلك نصف كاس زيت نباتية بالنسبة لعبر كاس العنبة. وغادي نحتاجو كذلك كاس حليب يكون دافي. عندنا واحد قبصة ملح، وكذلك كيس من الفانيلا، وكذلك 2 ساشي من الكاكاو المر، وكيس من فلان شوكولا، وعندنا كذلك كوب من دانيت شوكولا، و2 ساشي خمارة كيماوية، وكذلك ملعقة كبيرة ديال الخل. وعندي هنا الدقيق تقريبا 2 الكؤوس تاع العنبة عامرين مزيان، وتبقى على حسب الخليط ونوعية ديال البيض. بالنسبة للطريقة سهلة جدا. غادي نضيف البيض، غادي نضيف معاه كيس من الفانيلا، وكذلك كأس مع مرش من السكر سنيدة، وقبصة ملح. انا هنا غادي نستعمل الباطوغ باش نطلع البيض ديالي، واللي ما عندوش يمكن له يستعمل الخلاط الكهربائي، يعني اللي تنطحنوا فيه العصير. دابا غادي نطلع بالطراب الكهربائي حتى تيبيض معايا الخليط شويه. ومنين تيبيض الخليط غادي نضيف ليه دابا الزيت كيف ما قلت لكم، نصف كأس تاع العنبه، وغادي نرجع نطلع مزيان بالطراب. كيف ما كتشوفوا معايا خلطت البيض والزيت والسكر سنيده. دابا غادي نضيف ليه الحليب، الكاس ديال الحليب اللي يكون دافي باش تتنجح معنا الكيكه. ما تستعملوش المقادير اللي هي بارده. ثم غادي نضيف دانيت اللي حتى هو بحراره المطبخ، ودابا غادي نستمر في الخفق حتى تيتجانسوا لينا. دابا منين تجانس لينا الخليط مزيان غادي نبدا نضيف الدقيق، طبعا يكون نوعيه جيده ويكون مغربل. وتنبدا نحرك بحال هكذا. صافي البنات، دابا غادي نضيف الخميره الكيماويه، وكذلك الكاكاو المر والفلان شوكولا،
وغادي نبقى نحرك غير بالطراب اليدوي، ما تكتروش من التخلاط في المرحله ديال الاضافه ديال الدقيق، وتنحاولوا يكون الخليط يكون مرخوف شويه وما تكونش ما يكونش قاصح. شحال ما كانت البنات الكيك مرخوفه تجي مزيانه، واللي ما كتصدقش ليها الكيك نهائيا في الفران ديالها تيكون الفران خايب بحال هكذا، تحاول تقلها شويه باش تتعاونها شويه باش ما تطلعش وتعاود تهبط. صافي انا غادي نبدا نستمر هكذا. وبالنسبه ليا هز معايا الدقيق 2 كيسان تاع العنبه يكونوا عامرين مزيان. ممكن تضيفوا القليل الا كان عندنا البيض من الحجم الكبير. ودابا البنات غادي نضيف ملعقه تاع الخل. الدور ديالها تتخلي الكيك تيجي خفيف وهشيش، وفي نفس الوقت تتحيد لينا ديك الزفوريه تاع البيض. صافي انا كنبقى نستمر بالخلق بحال هكذا حتى تيتجانس ليا الخليط كيف ما كتشوفوا معايا. وبالنسبه للمول البنات انا استعملت هذا كيف ما كتشوفوا، مول اللي هو متوسط، وممكن تستعملوا اي مول عندكم. فانا غادي ندهنه مزيان بالزبده من جميع الجهات، وغادي نرش عليه الدقيق على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. وضروري البنات تدهن المول كامل وترش عليه الدقيق من جميع الجهات باش تلقى الكيك فين تطلع مزيان. يعني نوصلوا الزبده والطحين حتى الفوق، وكنزولوا داك الفائض تاع الدقيق اللي بقى لينا كيف ما كتشوفوا. دابا البنات غادي نجيب الخليط تاع الكيك ونرفع يديا الفوق مزيان، عاد نديرو في المول بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا معايا. العجين تيكون مرخوف شيئا ما يكونش قاصح باش ما يجيكمش العجين مدقص. وبالنسبه للفران تاع الدور بنات تشعلوا وتنقصوا عليه مزيان من 170 حتى 180 وتخليوها طيب على خاطرها. تقريبا خاصها واحد 60 دقيقه. انا غادي ندخلها الفران اللي هو بارد تدوز واحد 60 دقيقه ولا اكثر، عاد نفتح عليها. وما تفتحوش عليها من قبل لانها تتكون طالعه وهي مازال خضراء، يعني الا حليتو عليها وهي مازال خضراء يعني غادي تهبط معكم وتضيع الكيك. كيف ما قلت لكم خليو ليها الوقت الكافي، ما تحلوش عليها الفران تدوز 60 دقيقه. ومنين طيب تقلبوها بواحد السكين يعني اللي تديروها في الكيك. الا خرج لكم هو ناشف يعني راه طابت، وإلا يعني باقي بانت لكم بلا مازال ما طابش كتعاودوا ترجعوها تكمل الطياب ديالها. يا البنات تنأكد عليكم خليوها طيب على خاطرها وعلى نار اللي تكون مهيله، يعني باش كيطلع معاها الطياب وكتطلع معاكم مزيان. ها هي الكيك ديالي من بعد ما خرجتها من الفرن كيف ما كتشوفوا كتجي طالعه حيت طابت على خاطرها. كيف ما قلت لكم البنات خليوها طيب على خاطرها، يعني تقريبا واحد 60 دقيقه الفوق. راه كتعرفوا بلا الكيك ديالكم راها طابت. كنأكد عليكم البنات مره اخرى ما تفتحوش عليها حتى تدوز المده الكافيه. كيف ما كتلاحظوا انا خليتها 60 دقيقه على النار اللي هي مهيله، عاد فتحت عليها. ودابا غادي نخليها تبرد وندوز نوجد الصلصه اللي غادي نزين بها الكيك. كيف ما كتشوفوا معايا عندي هنا قطع من الشوكولاته على حسب الرغبه. انا تقريبا غادي ندير واحد 10 القطع. غادي نضيف عليهم ربع كأس من الحليب، وغادي نضيف كذلك ملعقه صغيره من القهوه السريعه ديال الذوبان، وغادي نضيف واحد 3 المعالق كبيره من الزيت المائده.
وغادي ندير البنات هاد الخليط على نار اللي تكون مهيله تتيذوب معنا. كيف ما لاحظتوا انا درتها على نار غير تيغلي هاد الخليط على هاد الشكل هذا تنطفي عليه. كما كتشوفوا حيت الكيكه من المول ديالها، وكذلك كنخلي الخليط تيبرد معايا شي شويه باش تيتقل ما تيبقى سائل، وتنزين به الكيك بشكل اللي تبغيو، يعني اي شكل. انا غنزين بشكل عشوائي كيف ما كتشوفوا معايا. انا زينت بهذا الشكل يعني عشوائي. ولا بغيتوا البنات تقبوها بالموس او الفرشيط باش تشرب لكم هذا الخليط، تتجي فازقه شويه من الداخل، يعني بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا معايا. صافي البنات، انا كنبقى نضيف الكميه اللي بقات ليا من الصلصه ثم كنزينها بالكاوكاو او اللوز او الكوك، يعني باللي متوفر عندكم في البيت ديالكم. تيبقى تزيين على حسب المتواجد عندكم البنات. انا هنا زينتها بالقرقاع، هرمشتو وزينتها به كيف ما كتشوفوا معايا. صافي البنات، انا غنبقى على هذا الشكل هذا، غنزيل الكيك وغندخلها للثلاجه تبرد على خاطرها. خليكم معايا تشوفوا الطبق النهائي. وكيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك من بعد ما بردات بشكل جيد في الثلاجه. تجي صراحه رائعه جدا وناجحه، وكذلك كتجي خفيفه. نقطع معكم نوريها لكم كيف كتجي من الداخل. صراحه تجي خفيفه بزاف بزاف كما غادي تشوفوا معايا، والمذاق ديالها تيجي هائل. يعني الخليط من الشوكولا والنكهه ديال الفانيلا وكذلك القهوه اللي استعملنا في الصلصه تجي رائعه كيف ما كتلاحظوا. كتجي خفيفه كيف ما كتشوفوا معايا. نتمنى تكون كتبان لكم مزيان عن قرب. صراحه تجي خفيفه بزاف، وكيف ما قلت لكم لذيذه وناجحه 100%. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتردوا عليا كذلك في التعليقات، وتشاركوا الوصفة مع العائلة والأصدقاء باش دائما توصلوا بالجديد الوصفات. وشكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في وصفة جديدة إن شاء الله.